نفسك تتعلمي كروشيه بس بتحسي انه صعب او هياخد وقت، الفيديو ده ليك. هقولك على الحاجات اللي ساعدتني وخلتني اتعلم الكروشيه في اسبوع واحد بس، وازاي تبدأي صح من غير ما تزهقي او تضيعي فلوسك في ادوات ملهاش لازمه. وكمان لو عايزه تطلعي الطاقه السلبيه وتعملي حاجه بايدك، كملي الفيديو ده للاخر. مش لازم علشان تبتدي تشتري كذا نوع خيط وكذا ابره وحاجات كتير، لا، هو انت بس اللي هتحتاجيه دول بس: خيط وابره ومقص وماركرز وابره خياطه، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. عشان تبدأي كروشيه وما تزهقيش من اول يوم، اعملي الخطوات دي. اول حاجة الخيط، وهتجيبيه لونه فاتح متوسط السمك، بس بلاش تجيبيه لونه ابيض، وكمان بلاش خيط اسود او كحلي او غامق. الخيط الغامق بيداري الغرز فهيتعبك وهتحسي انك مش شايفة بتدخلي الابرة فين. ابدأي بالوان فاتحة، لبني فاتح او حتى لافندر، عشان عينك ترتاح وانتي بتشتغلي. هكلمكم عن انواع الخيوط والاغلى والارخص، وايه اكتر خيط بالنسبه لي انا حبيته، وانتي على حسب ميزانيتك اختاري. اول خيط معانا هو اليز بيبي سكرين، نوعه اكريليك، سعره 65 جنيه حاليا. يعني الابره المناسبه ليه بتبقى مكتوبه من ورا الورقه من وراه. انا بستخدم معاه ابره 3 او 3.5. تاني خيط وده ارخص شويه، اسمه مدام تريكو، نوعه صوف وسعره 50 جنيه. بستخدم معاه إبرة 4، وبتبقى الورقة دي بتبقى من وراها مكتوبة الإبرة المناسبة ليه. هنيجي بقى لأكتر خيط رخيص أنا شفته، وده أنا مش عارفة اسمه بصراحة، بس هو خيط صيني وسعره ب20 أو ب25، بس عشان هو 50 جرام مش 100 جرام زي اللي أنا قلتلكم عليهم من شوية، ونوعه صوف يعتبر. والإبرة المناسبة ليه بستخدم معاه إبرة 3 أو 3.5، وده بيكون شكله. أكتر خيط حبيته وكان مفضل بالنسبة لي هو خيط هيمالايا، بس ده سعره بيكون غالي شوية، يعني 80 جنيه سعره حاليا، لكن انا بشتري منه الستوكات وهو بيكون ارخص شوية منه. بيكون هو نفس الخامة، لكن بيبقى متخزن في المصانع، وممكن تبقى البكرة او الشلة اقل او اكتر على حسب. بستخدم معاه ابرة 3 و3.5، ونوعه اكريليك. هتلاقوه في محلات الخياطة والاونلاين، وعامة يعني كل الادوات اللي انتم محتاجينها في الكروشيه، سواء من خيوط او ادوات ابر وكده، هتكون من محلات خياطة في جنبكم في المنطقة او في اي مكان يعني. بعد كده هنتكلم عن الابر في منها ألمونيوم وفي منها سيليكون، في كذا نوع، انتي اختاري اللي يريحك. بالنسبة لي اللي بيريحني اكتر حاجة الألمونيوم او اللي انا متعودة عليه. الابرة بتكون ب10 او ب15 جنيه في الحدود دي. ابدأي بابرة مقاس كبير شوية زي 4.5 او حتى 5، مع خيط سمكه مناسب. بلاش الخيوط الرفيعة قوي في الاول لانها محتاج ايد واخدة على الشغل، فالابرة الكبيرة هتخلي القطعة تخلص معاكي بسرعة، وده هيديكي طاقة ايجابية انك تكملي. بعد كده هنتكلم عن المقص، لازم يكون حامي، ولو عندك مقص في البيت مفيش مشكلة، بس اهم حاجة يكون حامي مخصص للخيوط عشان ما ينسلش منك الشغل في الاخر. وسعر المقص ده ب25 جنيه. بعد كده هنتكلم عن إبرة الخياطة اللي بتكون راسها واسعة شوية، مش زي الإبر اللي موجودة عندنا في البيت، ودي هتحتاجيها لما الشغل يخلص، بيبقى فيه خيوط زيادة هتحتاجي تداريهم عشان الشغل يطلع نظيف. بعد كده هتحتاجي الماركرز او علامات الغرز عشان ما تتويش في العد. الماركر دي اللي بتخليكي تطلعي اول قطعه ليكي من غير اخطاء. لو مش متوفره او ما لقيتهاش، هي مش بتبقى ضروريه قوي، ممكن تعوضيها مثلا بالبنس بتاعه الشعر دي، او مثلا تجيبي خيط تاني وانتي بتشتغلي تعلمي بيه انتي وقفتي فين وبدأتي فين كده يعني، لكن هي مش غاليه خالص. طيب انتي دلوقتي خلاص جبتي الادوات وكله تمام، وعايزة تتعلمي بقى وتبتدي الشغل الصح من الاول. عندك قنوات اليوتيوب مالية الدنيا، وطبعا هرشح قناتي اول حاجة، لان انا كنت في يوم من الايام مبتدئة وكنت فاكرة ان الموضوع صعب، واكيد كانت وقفت معايا غلطات في الاول، فعشان كده انا حاولت انقل لكم كل الحاجات اللي انا اتعلمتها والخبرة اللي عرفتها في السنين اللي فاتت دي، واقول لكم ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها علشان انتوا ما تقعوش فيها وتوفروا على نفسكم وقت ومجهود كتير. عملت ليكوا سلسلة للمبتدئين، بتخشي على القناة كده وبعدين بتجي على قوائم التشغيل، هتلاقي عند تاني عمود بالظبط اللي هو شرح اساسيات الكروشيه، بتدخلي عليها هتلاقيني شرحت كل حاجة من الاول مسكة الابرة لحد الغرز الاساسية والدايرة السحرية وازاي تنضفي الخيط ومربعات الجراني وانواع الخيوط، كل حاجة هتلاقيها باذن الله. هتبدأي بأول فيديو عملته اللي هو طريقة مسك إبرة الكروشيه، شرحت فيه ازاي تمسكي الإبرة صح وعقدة البداية والسلسلة.
وانس انك انت اتعلمتي ازاي تعملي عقدة البداية والسلسلة، تبتدي بقى تعملي الغرز اللي هي غرز الحشو، غرزة النص عمود، وغرزة العمود والعمود بلفتين. كده انتي اتعلمتي الغرز الأساسية، وأي مشروع تشوفيه أو تقابليه هتعرفي بإذن الله تعمليه. لكن علشان احنا لسه بادئين، فاحنا محتاجين قبل ما نبتدي في الحاجات الكبيرة نعمل الحاجات الصغيرة الأول. أنا برشح ان احنا نعمل أول حاجة ميداليات زي ميدالية الكرز دي، شرحتها قبل كده في الفيديو ده، ممكن احطها لكم فوق. كمان ممكن تعملي فاصل كتاب شكله لطيف وحلو، برضو شرحته هنا في القناة. عندك كمان ميدالية تانية بتاعت عباد الشمس، شكلها لطيف خالص وطريقتها سهلة. واحنا دلوقتي في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عملت الزينة دي برضو طريقتها سهلة، وهي الفيديو اللي قبل الاخير الدوت اللي انا نزلته. وبعد كده لما تعملي الحاجات دي بقى، عندك الشال ده طريقته سهلة، هي بس اللي محتاج شغل فيه هو الورد، لان هو تكرار صف واحد بس، ويعتبر سهل برضو، وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. واهم حاجة عايزة اقولها لكم، ما تزهقوش من اول مرة. الكروشيه عايز صبر، غلطاتك هي اللي هتعلمك. لو لقيت الشغل وسع منك او ضيق ما تتضايقيش، ده عادي جدا في الاول. فكي واشتغلي تاني. ميزة الكروشيه ان الخيط مش بيخسر، بنفك وبنعيد لحد ما ايدنا تظبط. الكروشيه صبر قبل ما يكون فن، وكمان مش مجرد هواية، ده علاج للاعصاب وراحة نفسية. فابدأي وتوكلي على الله واعملي زي ما قلت كده، وان شاء الله تبقي اشطر شطورة وتورينا ابداعك. ولو عجبكم الفيديو وحسيتوا انه افادكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واكتبولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة صعبة في الكروشيه بالنسبة لكم، عشان اعمل لكم فيديو مخصوص يحلها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.